لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 950 حبلواني كاين تفسير القرآن في روزبين وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي وذال مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ورخوة شوستان رب العالمين دفرمي أي پیغمبر يا أيها النبي حسبك الله تعالى كافية لبوت ومن اتبعك من المؤمنين وهروها الله تعالى كافية لبو أو إيمان داراني كواشوين كوتيتوشن. وكو ابن القيم رحمة خوالي بلزاد المعاد لتفسير واعتداد فرمي أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا يحتاجون معه إلى أحد. كواتا أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام الله تعالى كافي لبوتو أو اندد بس وهروها كافية لبو شوين كوتوانيش الإيمان داران كوا بيستيان بكس نبي فإن الحسب والكفاية لله وحده. ديار حسب كفاية تايبة وكو شوازق لشوازكان عبادات قلبي بيستا إنسان إيمان دار اكتفاب كابوي كوا حسبي الله تعالى كافية لمن وكو توكل وكو تقوى وكو عبادة كواتا حسب وكفاية تنهالبو الله تعالى وكو عبادتك قلبي فيست أو بري اعتماد لسد الله تعالى بكوا الله تعالى كافية لو تهرك كافية لبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم. إن زادت المناقشة أو ذكا كهندك أو آتوالك دنوا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين واتا الله تعالى كافية لو تهرها إيمان دارانش كافين لوتو. طبعا أولك دانويشي هلايا لو ابن القيم رحمة خوي ليبي لزاد المعاد وهروها زورق لمفسرين دين مناقشة أو رأي ذكا كوان أخير آتك بوما نايلك دريت كوا الله تعالى كافية لوتو ولبو أو إيمان دارانش كواش من كوتيتونا. زاد ليتن خوي قول سبحانه وتعالى سورة الأنفال دفن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أقر بيانو هالخلطين الله تعالى كافية لوتو هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله تعالى كواتأيدي توكر يا بيغمبر هو الذي أيدك بنصر تأيدي توكر بنصرتي خوي وهروها وبالمؤمنين تأيدي توكر بإيمان داران. كواتظل لو آتذا لقلو آتي إما لخزمة دين ففرق بين الحسب والتأييد. كواتا خوي قورد زياوازي بيدك على بين حسب والتأييد لبرأوي لو آتذا فرمي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كوات حسبيتو لقل حسب كافي لبو إيمان داران تنهى الله بلام وجعل التأييد له بنصر وبعباده. بلام تأييد للآن رب العالمين لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هم بنصرتي هم بإيمان داران. كواتا تأييد للآن خواه سبحانه وتعالى بنصرتي وهروها بإيمان داران بلام حسب تنهى لبو الله سبحانه وتعالى. كواتا الله كافية لوتو هروها لبو إيمان داران شهر الله كافية. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده. الله تعالى أثنى مدحي أو إيمان داران ذكات كوا خاوني عقيدي يكتا فلسطين أواني كوا التوكل أن تنهى لسر أو ذاته حيث أفردوه بالحسب أو إيمان دار موحدانا تنهى ضلن حسبنا الله
الله كافل بو من خواي قرش مدحيان دكا لسر أو هلويستا وكل آل عمران تفرمي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أوانيك أو إيمان دارانك وخلق بيان قوتن خلق كو بوين ولا بدجاتين قو خلق هموي كو بوين ولا سدجاتين قو فاخشوهم ليان بترسن فزادهم إيمانيان بي زيادة كد لبروي وعدي خوا سبحانه وتعالى كوا أوان لسر أو دينة جاتي ذكرين لو إيمانيان بي زيادة كد وقالوا سيان قد حسبنا الله ونعم الوكيل الله تعالى كافي لبو أيما وتاكترين ذاته كوا همو كارباري خومن بأو ذاته بسبيرين ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله نعم قد حسبنا الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم أيما حسبنا بلكو فرمويان حسبنا الله ونعم الوكيل كوا تحسب تايبة بالله فإذا كان هذا قول ومدح الرب تعالى لهم بذلك ومدح الرب تعالى لهم بذلك ترى إيمان دارانا كخواي قول مدحي عندك أبويك ودرن حسبنا الله ولم يشركوا بينه وبين رسوله في نانقود الله تعالى وبيغمبركي حسبنا فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله كوات أخوي يقول لوصف إيمان داران كمدحيان دكا كاتك كواقوتيتيان حسبنا الله ونعم الوكيل إتر باشا كو دكري لنزيجك أخوي سبحانه وتعالى خويو إيمان دارام كات حسب لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوات هو مناقشة أو رأيه دكات النخر حسب كافي تنهى الله تعالى وكذا الله وجوا أو محالة لكاتك دا وصف إيمان داران دكا بوي كوادلين حسبنا الله لبران بردا ببيغمبر فرمي إخوة الله تعالى واروا إيمان داران حسب لبوت نخير الله تعالى حسب لوتو ولبو إيمان دارانش وهروا وكل سورة التوبة منزاونو خوي قلت فولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أقل أواني كداوين فقدكن اگر راضی بن بوی کوا الله تعالی پیانده بخشی و پیغمبرکی پیانده بخشی صلی الله علیه وسلم و بلین حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اگر راضی بن بوی کوا الله تعالی سبحانه وتعالى و پیغمبرکی صلی الله علیه وسلم پیانده بخشی و بلین حسبنا الله کافی لبو ایما الله تعالی و پیغمبرکی فضل خویان پیانده بخشن فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وجعل الحسب له وحده واتا لو آتشبه ما شيء عيني دفرمي دبواء وامرين حسبنا الله حسب تنها خوايا الله بلام خواي قورة وبيغمبركي عليه الصلاة والسلام لفضل خوي بيمان دبخشي إيتاء دبخشي كواتا دكري بخشي نج بدري تبال بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكذا فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه أو إلا بيغمبر وصلى الله عليه وسلم بيتان دقا أو وري بقرن لدين ولشريعة لحكم بلام مسألة حسب كفاية تنهى الله سبحانه وتعالى وهروها لا درجة أو بابتدا كوازور تأكيد لسردكاتوا كوا فأخبر فالحسب والكافي هو الله سبحانه وتعالى فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده أليس الله بكاف عبده لو آتي سورة الزمر بها ما شوى تفهم الله تعالى كافينية لبو بندكي بتنهى أليس الله بكاف عبده كواتا فعلا أو هموي مناقشة أو رأيك وكسانك أو آتبوش وليك دنو كدلين واتا يا بيغمبري خوا الله سبحانه وتعالى كافي لبوتو لقل إيمان دارانش كافين لبوتو نخير والق نادرته بلكو الله تعالى كافي لوتو وكافي لبو أو إيمان دارانك واشوين كوتي توشن لتفسير سعد جدلي وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله لو آتدى الله تعالى وعد شبه إيمان داران دا أوانك ومتبعي في غنبركين صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصرة على الأعداء واتا خوي الوعد في عندك الله تعالى كافي لبو إيمان داران كشين كوتي في غنبر صلى الله عليه وسلم
بۆیکەوە هەم لەلایەنەوەی کەوا کفایەتە لە بۆیان و هەروەها نەسرەت و سەرکەوتنیش لەلایەن ئەو زاتەوە پێیان دەبەخشرێت بەسەر دوژمنانیان. فإذا أتوا بالسبب زۆر بە وردی باز دەکا عەبدوڕەحمان ناصر السعدی فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع کەواتە کاتێک کە دەتەوێت الله تعالى کافی بی لە بۆ تو کاتێک کە دەتەوێت الله تعالى کافی لە بۆ تو پێویستە شەرتەکە و مەرجەکە لێبێتە زەویستە الإيمان والاتباع ومن اتبعك من المؤمنين إيمان واتباع إيماني لقدر إيمانكي كوات سندا جيجير ناضلو دلوني لبابي داوستكان هلستي وقال لقدر اتباع شوين كوتني لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم الله كافي لبو أوباندية فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا يتلأوي إلى أمور دين دنيانا الله تعالى سبحانه وتعالى كافية لبويان دز بابلين خواهي قول سبحانه وتعالى لبويان دابين بك وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها كواتا أو مرجع هرسان دي بيت زي مثلا إيمان واتباع پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو أن الله تعالى لبوي كافية كاتك نقصاني لإيماني يعني نقصاني لاتباعي هب لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو حالتي نقصاني لكفايتي خواهي قوري دب لبو أو بندية لدابين كردني همو أوشتاني كوالا دين ودنيا بيوستيتي أو بندية لا تفسير المحرر في التفسير ضل كاتك ورب العالمين في أيها النبي حسبك الله ليس هذا تكريرا لما قبله لا تكبيش تريج دفرمي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله ليس دفرمي أيها النبي حسبك الله دفرمي والتكرار نية لبرأوي لو آتيك دفرمي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله لمن دفرمي مقيد بإرادة الخدع فهذه كفاية خاصة كلمة دفرمي أجر بيان وأتو هالخلتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله كافية لبوتو برامبر بخداعي أوان كاتوا كفاية تايبة بلام لير دا يا أيها النبي حسبك الله كفاية عامة غير مقيدة واتا حسبك الله في كل حال الله تعالى كافية لبوتو لهمو حالة كان بقشتي بلام لير دا تايبة بوي كاتكا قوان بيانوي خداعي لقلبكن أو زلا آتي دواتر دفرمي يا أيها النبي أي بيغمبر حرض المؤمنين على القتال إيمان داران هان بدل سر قتال وزنكردن لقل دجمنكان يعني لكافران إن يكن منكم 20 صابرون أجر لنقو أي إيمان دارنا بست إيمان داري آرام قرهبي يغلبوا 200 أو بفضل خواهي قوله دتوان ظالبا بسر 200 لكافركان وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا أجر صد كسي آرام قرهبي دتوان ظالبا بسر 1000 كز لكافركان لبرسي بأنهم قوم لا يفقهون بسبب أوانا بيقوما كسانك فقهيانية واتأويتينا كوا الله كافي لبو بندكاني ولو زل تفسيري محرر ترى باولين مناسبة وآترقل آتكان بيشوتر لما وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصر كاتك خوي يقول آت بيشوتر وعدي بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصر وكوا الله لو تكافية سبحانه وتعالى واروها لبو وكوا تأييدي شدكا بنصرتيش وكان ذلك مشروطا بالاجتهاد حسب الطاقة يتر الله كافية لوتو أو سنة خواهي قرجة تعمل قلبان دكان بوي كوا بيست أويلة توانايا داهي لطاقتي داهي الصرف بكن وبذل النفس والمال في المجاهدة وأويلة تواناي داهي لنفسي لمالي لو جهاد بيست صرف بكا أمره بأن يأمرهم بالجد في القتال إنزا أخوة سبحانه وتعالى فرمان بيغمبر كذلك صلى الله عليه وسلم كوا هانيان بدا هاني إيمان داران بدا لو كوا جديبا لقتالو لا تيوكوشان برانبر بكافران
وعدم الهيبة للأبطال وهروها بهيش شويك لا آزاتي أوان نترسين في حال من الأحوال بهيش حالة ليس حالة كان فليس عليه إلا أن يحرض المؤمنين على القتال فإنه تعالى إنما يكفيه كما تأويل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا هاني إيمان داران بدا لبو قتال وتيكوشان وجهاد كردن لبينا الله تعالى يتر فإنه تعالى إنما يكفيه الله تعالى كافية الله تعالى كافية بوي كوا نصرتيان پێ بەخشی ئەگەر یەک بەدەژ بوون ئەگەر یەک بەدەژ مواتێ یەک ئیماندار سابر و خۆڕاگربی بە هەموو ئەوی لە توانایدا هەیە سەرفی بکە بەرامبەر بە دە لە کافرەکان بەرامبەر بە دە کەس لە کافرەکان خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە نەسرەتی پێددا و زاڵی دەکا بەسەریاندا دیارە ئاەتەکە زۆر شتی ترماتیدا باسی بکەین بەڵام لەبەرتەوە بوونی کات دەوەستین بە پشتیوان ڕەب العالەمین لەوانی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون